الانتخابات البرلمانية المفروض الأول، بعد كده الرئاسية. أنا برجح إن يكون الانتخابات الرئاسية الأول. بص أنا مش عارفة مين الأول، لأنها بالنسبة لي البيضة ولا الفرخ. أفضل الانتخابات الرئاسية الأول. والله بما اني انا قطعت الدستور ومش معترفه بيهم، فانا مش هعترف برضو باي انتخابات هم بيقوموا بيها. انا افضل البرلمانيه قبل الرئيس. والله هو محدش بقى عارف، محدش بقى فاهم اي حاجه بتحصل في البلد دلوقتي. الانتخابات الرئاسيه الاول. اتمنى يعني ان ما يبقاش في انتخابات دلوقتي خالص. لا طبعا انتخابات برلمانيه الاول. متهيالي الصح ان هو يكون الاول الانتخابات البرلمانيه. المفروض الانتخابات الرئاسيه الاول، عشان احنا عايزين يكون رئيسنا مدني، وانا ضد حكم العسكر. لان اكيد فئات كتير من الشعب بتبقى في البرلمان، فيعرفوا يحطوا بقى حاجات للرئيس ان هو يبقى كويس عشان يساعدنا في اتخاذ قرار مع الانتخابات الرئاسيه. والله حسب الطبخه اللي هيطبخوها، يعني هي شغاله كوسه من الاول جت على دي وهنتوقع فتبقى كلها كده يعني. علشان خاطر الرئاسيه لو انتخبنا البرلمانيه ممكن يبقى في حزب اغلبيه موجود، فممكن يأثر على فئات الشعب. صمام الأمان يبقى موجود. بس يعني عشان انا مش عارفه، فانا اتمنى ان هما الاثنين يحصلوا في وقت واحد، وده هيقلل في حاجات كتير قوي، هيقلل في المجهود، هيقلل في التأمينات بتاعه الصناديق، هيقلل في التكلفه بقى، علشان نضمن حقوق المصريين. كفايانا بقى ثورات. كل حاجه فوق دي تتنظف، لازم تتنظف كل حاجه. بص كل حاجه معموله على عك بتبقى عك، لان فعلا عايزين مصر يبقى فيه رئيس وتبقى في حاله من الاستقرار. طلع اللي جواك كده جايين يقلبونا هنا ولا ايه؟ حطينا الكشك ده في الشارع، اي حد ممكن يدخله. احنا لقينا الدنيا زلابيطه بره، قلنا ندخل نشوف ايه النظام. جوه الكشك سالنا الناس سؤال واديناهم دقيقتين، دقيقه يردوا على السؤال ودقيقه يقولوا اي حاجه في نفسهم، اي حاجه. هزتين وقعت على جرتها قسمتها نصين، يا عيني يا فاطمه. ايه مصر؟ لا رؤوسيه حسني يا نتفل. على فكره الكشك ده هتلاقيه بيلف في كل حته في مصر، وممكن تصحى من نومك تلاقيه واقف تحت بيتكم او في الحته بتاعتكم. جوه الكشك هتشوف وتسمع فعلا المصريين الحقيقيين.